السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم في ذا الجمعة المباركة، ويحفظنا وإياكم من كل شر، ويفرج على الدكتور هزاع بن علي لأبو شريدة، والدكتور راشد بن علي لأبو شريدة، وابن ملهية، والكاتب والشاعر المبدع الكبير عبد الله السالم فرجا عاجلا. هؤلاء الشرفاء اللي وقفوا مع قضية عادلة تناساهم الكثير، وهم ما وقفوا من أجل أرواحهم ولا أنفسهم ولا مصالحهم الخاصة، وقفوا من أجل الحقوق فئة من المجتمع هضمت عن عمد، وتم محاسبتهم بلا جريمة بقوانين وأحكام جائرة اللي حكم عليهم متناسين ما فيه يد إلا يد الله فوقها جل جلاله. ما زال يتوهم أنها بيعمر عمر نوح، ما دار أن ذي أعمار بيد الله جل جلاله. نعم نكررها عليك في كل خطاب، ما توقع من الله ولا أنت معمر عمر نوح. لا تحكم عليهم 10 مؤبدات، ما هم مؤبد ولا 4 سنين ولا 5 سنين. لكن قبل ما أتطرق للي نبغى أتطرق لها، أدعو الوالد منصور ابن ناصر حيان أبي منصور بالشفاء العاجل، يرقد في أروقة مستشفيات تايلاند. الله يشفيه ويحسن خاتمتنا وخاتمته وأخواننا المسلمين. الكاتب والمبدع عبد الله السالم حكم عليه 4 سنوات. قدم استئناف وحذفوا منها 2 بقى 2، يعني قضاء 3/4 المدة. لكن أمن الدولة عندهم بلاغ داسينة حق 6 سنين 7 سنين ماضية، توهم طلعينها الآن عشان يصير عائق من خروج عبد الله السالم. وأكيد الأمير ابن قاسر يرتهب بوجهة نظرنا فيه، المفروض أن يرى الأمر هذا أنها عوج، حتى وإن كان الأمير مطلع على الأحكام الجائرة اللي تمت في عهده وهو مسؤول عنها أمام الله جل جلاله، ما له عذر منها. لكن ما بدرجة التطرف في التعامل مع الآخرين من أبناء الوطن. لذلك من الدولة اللي يسعى أنه يرضي 3 أو 4 أشخاص متناسي العدالة والنظام والقيم والدين، هؤلاء مجموعة من الأذناب، هم مجموعة من شرفاء الوطن. أي كان من الدولة هذا في أي مكان، أمن الدولة يحافظ على أمن الوطن وأمن الشعب وأمن الحكومة وأمن القيادة ككل، خليط ما تقدر توزعهم. عبد الله السالم يقول بالله بترز الكلبشات يا عباس، موصى وفي زورك طنا واصلا حده، مطاولك من طاري القبيلة مرض وسواس، لكن ذا طبيعي ينفرض من ضده. ترى فاهمك ومقدر وضعك الحساس، شعورك خليط الخوف والحقد والهدة، تنافض من الروعة وتزهم عليه الحراس، والأفكار مرتبكة والأعصاب من شدة، وندنات نشوة تأتريني من النوماس، أغيب ما عاد الحظ وجودك ولا عدة. أنا يا الخبل ماني بواحد من أدنى الناس، أنا من بنيامن هل العد والعدة. أنا يا الخبل ماني بواحد من أدنى الناس، أنا من بنيامن هل العد والعدة، من المرة اللي مال صولاتها مرواس، من الساحل الشرقي لنجران ممتدة، لو أن عادها بالعترسة فرس واستفراس، في كسرة عصا نسرح على السجن ونهده. لكان ذا الزمن والحرب بالحبر والقرطاس، لكن ذا الزمن والحرب بالحبر والقرطاس، يدينا لداعي السلم والعلم من مده، بيات الفرج وإن كان ما جاء يا ابن مهراس، فحنا لها ما عن ملازمها صدها، بيات الفرج وإن كان ما جاء يا ابن مهراس، فحنا لها ما عن ملازمها صدها. ما والله تراخى نرجي من الطفاس هوياه موقفنا، ولو طالت المدة. وش الرجل لولا العنجهية وقوة الباس، وش المرجلة لولا ثباتنا على الشدة، وكب الضعيف اللي حياته يبار الساس، لطح الجمل به في ثم البيرة ما حده، وكب الذليل اللي انضر على اللهاس، يروغ من الصملات رواغ سعوده، نخوض البحر ونكذب المي والغطاس، ولا همنا جزره ولا همنا مده، ونمشي الوعر ونسهل الدرب للعساس، لعل المقيم المدهر يهم بالشده ويلنشت، مخايل الرجع عقب طولة ياس، تحرى لسيل يلطم السد ويهده. وسلامي لابو حمدان يا حي ذاك الراس، هو ابيض وجه وبجيها الانذال مسوده، بقول له حاجات واجد، لكن عباس يطقطق كلبشاته وهو واصلنا حده.
يعلم الله لولا أمانة النقل إني بيته اللي فيني إني ما أذكره. الله يصح لسانك يا عبد الله السالم ويفرج عليك ويبارك في ذريتك وعيالك ويفرج على الجميع إن شاء الله.